السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ النهاردة احكي لكم قصة حقيقية حصلت في مشرحة حلوان. القصة دي سمعتها من صديق قريب ليا كان بيشتغل هناك. في يوم من الايام كان في دكتور شاب لسه متخرج وبدأ شغله في المشرحة. متحمس جدا للشغل وحابب يتعلم. في اول يوم ليه وصل المشرحة الساعة 7 الصبح. المكان كان هادي جدا والجو كان بارد شوية. الدكتور دخل المبنى وفضل ماشي في الممر الطويل لحد ما وصل للمكتب بتاعه. وهو قاعد بيرتب أوراقه سمع صوت خطوات بتقرب منه. افتكر إن ده زميله اللي المفروض يجي يستلم منه الشيفت، لكن المفاجأة إن محدش كان موجود في الممر. الدكتور استغرب بس قال يمكن يكون صدى صوت حد في مكان تاني. رجع لشغله وبعد شوية سمع صوت باب بيتقفل بعنف. قام بسرعة يشوف ايه اللي بيحصل. لما خرج من المكتب لقى الممر فاضي تماما والهدوء مخيم على المكان. حس ان في حاجة غريبة، خصوصا ان المشرحة ما فيهاش غيره في الوقت ده. فجأة الأنوار بدأت تطفي وتنور لوحدها. الدكتور حاول يتماسك ويقنع نفسه ان ده عطل في الكهرباء، بس قلبه كان بيدق بسرعة. في اللحظة دي سمع صوت عربية النقل بتاعت المشرحة بتتحرك بره. طلع يجري على البوابة يشوف مين اللي بيسوق العربية، لكن العربية كانت واقفة مكانها ومحدش جنبها. الدكتور قرر انه يتصل بزميله اللي المفروض يجي يستلم منه. زميله قال له انه لسه في البيت ومش هيوصل قبل ساعة. في اللحظة دي الدكتور حس ان في حد واقف وراه. لما لف وراه محدش كان موجود، بس حس ببرودة شديدة في المكان. قرر انه يخرج من المبنى ويستنى زميله بره. بعد ما خرج حكى لزملائه اللي حصل. قالوا له إن المشرحة دي معروفة بقصص غريبة كتير، وإن في ناس كتير شافت حاجات مش طبيعية فيها. من ساعتها الدكتور ده طلب النقل لمستشفى تانية. ما كانش قادر يكمل شغل في المكان ده. الحقيقة يا شباب، المشرحة دي لحد النهاردة فيها أسرار كتير، وفي ناس كتير بتحكي عن تجارب غريبة حصلت لهم هناك. بس المهم إننا نفتكر إن كل حاجة ليها تفسير علمي، ومنخليش الخوف يسيطر علينا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركوا معنا في التعليقات تجاربكم وقصصكم. وأوعدكم هجيب لكم قصص جديدة ومثيرة في الفيديوهات الجاية. خلوا بالكم من نفسكم، وفاكرين دايما إن القصص دي هدفها الترفيه والتسلية. وتخلوش الخوف يأثر على حياتكم. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو الجاي.